السلام عليكم. وصفتنا اليوم دجاج شواية في الفرن مع الرز بطريقة سهلة جدا كالعادة. نشوف الطريقة. أول حاجة أنا بسوي التتبيلة، بحط شوية زيت، بعد كده بحط ربع كوب عصير الطماطم، هنا عندي معجون الثوم والزنجبيل، بعد كده بحط ملعقة صغيرة معجون الطماطم، وآخر شي أنا بحط البهارات: ملح، فلفل أسود، كركم، كمون، شوية زنجبيل وبابريكا. بعد كده بخلطهم مع بعض كويس. طيب حاليا هنا عندي الدجاج مغسل ومنظف كويس مثل ما انتم شايفين. ابدأ احط التتبيل على الدجاج، وابدأ بتوزيع التتبيلة بهذا الشكل. بعد كده بحط الدجاج في سيخ الشوي اللي على الفرن. قبل ما احط على الفرن ارش شوية بابريكا. طيب حاليا بعد ما حطيت الدجاج على الفرن على حرارة 130 40 دقيقة او على حسب حجم الدجاج، وكذا صار عندي الدجاج جاهز. بخلي الدجاج الين وقت التقديم. ابدأ بالرز، في قدر هنا احط شوية زيت، بعد كده بحط شوية بصل واحمصهم كويس الين ما يذبل معايا البصل بهذا الشكل. حاليا بحط معجون الثوم والزنجبيل، بعد كده بحط كوب عصير طماطم، ملعقة كبيرة معجون الطماطم، بعد كده بحط البهارات المشكلة والملح، وقلبهم مع بعض كويس. بعد كده بترك المكونات تتسبك كويس لمدة 10 دقايق على نار متوسطة بهذه الطريقة مثل ما انتم شايفين. حاليا بحط الرز مغسول ومنقوع 20 دقيقة، بقلب مع بعض كويس. بعد كده بحط الموية الحارة، طبعا لكل كوب رز كوبين موية. بعد كده بحط الفلفل الحار اختياري، وقلب مع بعض كويس وعلى نار عالية الين ما تبان حبات الرز بهذا الشكل، توصل الموية لمستوى الرز. بعد كده بحط شوية زيت على الوجه اختياري، واخر شي بحط الجزر المبشور مع الزبيب الاسود بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. حاليا بغطي القدر على نار هادية جدا لمدة 20 دقيقة، وبكذا يكون عندنا الرز صار جاهز. ناخذ الجزر على جنب مع الزبيب، بعد كده بنحط في صحن التقديم. وبعد ما حطيت الرز بحط الدجاج، وبعد كده بحط الجزر مع الزبيب الأسود. طبعا ما راح تكمل الوصفة إلا مع شوية جرجير وليمون. وبس كذا، وعليكم بألف عافية.